لو انت مسافر برا وعايز حد يسحب لك فلوس من البريد او فلوس من اي مصدر تاني، زي مثلا اي شركة اتصالات بتسحب منها الفلوس عادي، خلي بالك لما تكون عامل توكيل قبل ما تسافر تكون كاتب فيه مثلا الحق في السحب من البريد، الحق في السحب من شركة الاتصالات، تبقى محدد البنود دي في التوكيل، لان مش معنى ان انت عامل له توكيل عام يقدر يروح يسحب من اي حتة. لازم تكون مخصص في التوكيل الجهات اللي هيصرف منها، لانه بمجرد ما يروح الجهة دي عشان يصرف ومش مكتوب اسمهم في التوكيل ده هيرفضوا يدوله اي مبلغ او يصرفوا له اي مستحقات مالية بموجب التوكيل ده، لانه مش مذكور اسمهم فيه او متحدد انه من بند البنود بتاعة العقد دي الجهة المقررة زي البريد او اي شركة من الاتصالات او اي